السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، بإذن الله النهاردة هنشرح يونت 04 مراجعة سريعة كده لأهم النقط اللي هتيجي في الامتحان إن شاء الله في امتحانات الشهر نوفمبر. فيلا بينا نبتدي سريعا عشان ما أضيعش الوقت عليكم. هنبتدي بإذن الله. أول أول قاعدة عندنا هي ال if conditionals. حالات if. ال if conditionals عندنا هي بتتكلم عن أربع حالات: الزيرو والفيرست والسكند والثيرد. نبتديها جزئية جزئية. نبتدي بالأول بالزيرو. الزيرو كونديشنال. الزيرو كونديشنال هي بتتكلم عن جزئية مهمة جدا، او نبتدي بالتكوين بتاعها الاول. وهي بتتكون اول حاجة من اف اللي معناها لو او اذا. طيب ايه اللي بيجي وراها؟ بيجي وراها present simple. طب وايه تاني؟ برضو present simple. مضارع بسيط مضارع بسيط. قبل ما نتعمق شوية، عايزين نفتكر ان البريزنت سيمبل مع الاي والوي واليو والذي اللي بيجي وراهم بيبقى infinitive، فعل في المصدر من اي اضافات. ومع الهي والشي والات بيجي وراها فيرب، ولكن بيبقى متضاف له اضافات: يا اس، اي اس، اي اي اس. طبعا النفي بتاعي بيبقى بدونت ودازنت، واللي بيجي وراه بيبقى انفينيتيف عشان ما ينفعش فعلين يجوا متصرفين في نفس الزمن، فعشان كده بضطر ارجع للشكل الاساسي بتاعه الانفينيتيف. طيب، هو البريزنت سم هو الزيرو كونديشنال، اليوسج بتاعته ايه او استخدامه ايه؟ بستخدمه في جزئيتين. اول حاجه وهي الفاكتس. فاكتس اللي هي الحقائق. طيب، يبقى انا دلوقتي اول حاجه بتكلم عليها في الزيرو كونديشنال هي الفاكتس، حقائق علميه ثابته بشكل عام مش بشكل خاص. فهاجي اقول مثلا if we melt ice. لو احنا ذوبنا التلج او سيحنا التلج، it turns into water. يبقى لو احنا سيحنا التلج او ذوبنا التلج هيتحول لايه؟ لميه. طيب، بعد الوي جبت وراها انفينيتيف. بعد الات اللي هي التلج، يعني ان انا عوضت مكان الضمير، جبت وراها اس ويس واي اس. طيب، دي كده اول جزئيه هي الفاكتس. طيب، ايه جت تاني جزئيه؟ ان انا ممكن اتكلم عن الهابتس. هابتس يعني ايه؟ عادات. طيب، طالما هتكلم عن هابتس او عادات، يبقى لازم اتاكد من حاجه معينه: ان انا اول ما هجيب سيره الهابتس يبقى انا لازم اتكلم عن الادفيربس اوف فريكونسي. ايه هي الادفيربس اوف فريكونسي؟ اللي هي ظروف التكرار. ظروف التكرار. طيب، ايه هي ظروف التكرار؟ الادفيربس اوف فريكونسي هم عندي سبعة، واللي هم always، usually، often، sometimes، ايه تاني؟ rarely، whenever، اللي هي ابدا. طيب، ظروف التكرار دي برضه عشان ابقى عارف هي بتيجي امتى. بتيجي قبل الفعل الاساسي. طب وامتى تاني؟ وبعد الفعل المساعد. يبقى هي بتيجي قبل الفعل الاساسي وبتيجي بعد الفعل المساعد. طيب، يبقى انا دلوقتي المفروض الجمله بتاعتي لو لقيت فيها ظرف من ظروف التكرار يبقى دي زيرو كونديشنال. ليه؟ لان هي بتتكلم عن عاده. طيب، عايزين جمله. حاجه اقول لك مثلا if سما studies for a long time. لو سما بتذاكر لفتره طويله. she gets always ولا always gets؟ هنا بقى تيجي الجزئيه اللي انا بتكلم عليها. انا قلت لك قبل الفعل الاساسي وبعد الفعل المساعد. لما اجي هبص على كلمه gets. gets ده من ضمن المين verbs، من ضمن الافعال الاساسيه. always ده من ظروف التكرار، يبقى ما ينفعش يجي هنا. يبقى المفروض الصح بتاعي ان انا هاجي اقول she always gets a headache. يبقى انا باجي اقول ايه؟ لو سلمى بتذاكر لمده طويله يبقى هي بيجي لها ايه؟ بيجي لها صداع. يبقى هي دايما بيجي لها صداع. فالمفروض ان انا هنا ظرف من ظروف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي، عشان هنا get ده من المين verbs، وبعد الفعل المساعد. طيب، انا دلوقتي خلصت الزيرو كونديشنال. عايزين بس نعرف البدائل بتاعت اف.
انا ممكن ابدل اف بكلمة ايه؟ قال لي ان اف بتساويها بالظبط كلمة when، ودي في الزيرو كونديشنال. طب when معناها ايه؟ when بتيجي بمعنى عندما، واف معناها ايه؟ لو او اذا. طيب يعني لو بدلت دي بدي هتفرق معايا في اي حاجة؟ لا. لما اجي اقول لك مثلا when سما اهي studies for a long time, she always gets a headache. يبقى لما سلمى بتذاكر لفترة طويلة دايما بيجي لها صداع. كده دي الحالة الصفرية. طيب هنخش بعد كده على الفيرست، وهي الحالة الأولى. طيب الحالة الأولى تكوينها إيه؟ بتبتدي بإف، بيجي وراها present simple مضارع بسيط. طيب إيه اللي بيجي وراها؟ عندي ثلاث كلمات: كلمة will، كلمة can، وكلمة may. طيب التلاتة دول بيعبروا عن ايه؟ عن البروبابيليتي وهي الاحتمالية. طيب ايه اللي بيجي وراهم؟ دايما infinitive. طيب يبقى هي بتعبر عن ايه؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان الفيرست كونديشنال اف او الحالة الاولى الاف هي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن البروبابيليتي، واللي هي الايه؟ الاحتمالية. طيب الاحتمالية حدوث شيء في المستقبل، هي احتمالية حدوث شيء في المستقبل. طيب ازاي؟ خلاص يبقى انا عرفت المفروض ان هو بريزنت سيمبل زي ما اتفقنا، اللي مع الاي والوي واليو ازاي بيجي وراهم بيجي وراهم انفينيتيف، مع الهي والشي والات بيجي وراهم فيرب اخره اس واي اس واي اس. طيب فانا هاجي اقول مثلا اف علي studies hard he will pass. لو علي ذاكر بجد هيقدر ينجح. طيب يبقى انا دلوقتي بقول لو علي ذاكر بجد هيقدر ينجح. هنا بتكلم بشكل خاص لان انا بتكلم على علي. لو علي ذاكر بجد احتمالية، احتمال ان هو ينجح. طيب هل عندي شوية بدايل لاف؟ اه. نتكلم على اول بدايل، ان اف يبقى عندها شوية بدايل. دي كده الجزئية بتاعت اف هي خلصت. ان انا بقى عندي شوية البدايل بتاعت اف، امتى احذف اف؟ قال لي تقدر تحذف هنا اف الحاجات اللي بتيجي بنفس. عندي البدايل بقى بتاعت اف هي كلمة provided that، وعندي كلمة providing that، وعندي كلمة اسمها on condition that، وعندي كلمة in case من غير of، in case فقط. طيب وعندي ايه تاني؟ وعندي كلمة as long as، وعندي كلمة so long as. كل دي بدايل لإف، كل دي بدايل لإف. طيب هل في بدايل تانية؟ يعني هي البدايل دي لو انا غيرت اف دي وكتبت مثلا كلمة in case فرقت معايا في حاجة؟ لا، نفس الجملة ما فيهاش اي مشكلة. بس قال لي في جزئية تانية ودي لازم نخلي بالنا منها. قال لي ان انت تقدر تبدل كلمة اف دي بكلمة بكلمة should، بس قال لي بشرط اللي هيجي وراها يبقى infinitive. اقدر ابدل كلمة if بكلمة should، بس لازم اللي يجي وراها يكون infinitive بدون اي اضافات، يكون فعل في المصدر بدون اي اضافات. طيب ازاي؟ في الجملة بتاعتي هنا بقول if علي studies hard he will pass، هبدل if بكلمة should وهنزل علي زي ما هو should علي. بس هنا studies هترجع تبقى study، والجزئية دي خلي بالنا منها لان هي مهمة. فبقول should علي study hard he will pass. وكده نكون خلصنا ال first conditional if. طيب نخش على اللي بعدها كده ونتكلم على ال second conditional if. نتكلم عن الحالة التانية. الحالة التانية هي بتبتدي برضه معانا ب if اللي بيجي وراها if اللي بيجي وراها بيبقى past simple ماضي بسيط، واللي بيجي وراها subject. برضه اللي بيجي وراها بدل will هتبقى would، وبدل can هتبقى could، وبدل may هتبقى might. طيب ايه اللي بيجي وراها؟ برضو infinitive فعل في المصدر. طيب
قبل ما نتكلم عن الحالة التانية عايز افتكر الباست سيمبل. الباست سيمبل المفروض ان هو subject بيجي وراه التصريف التاني للفعل. التصريف التاني للفعل بيبقى بيتقسم نوعين، يا اما regular verbs يا اما irregular verbs، يا اما بتبقى افعال منتظمة يا اما افعال غير منتظمة. الافعال المنتظمه المفروض ان الفعل بينتهي، كل الافعال بتنتهي بالاي دي، على اختلاف بقى ان انت بتحط في اخرها دي او اي دي او اي اي دي، بس في الاخر لما ابص على الفعل ايه بينتهي باي دي، فده الايه الريجولار فيرب. الirregular فيرب بيتحفظ زي ما هو لان ملهوش طريقه لان انت تقدر تصرفها، فبتضطر انك تحفظه. غير الirregular verbs ان انا طبعا النفي بتاعي بيبقى بديدنت وبيجي وراها infinitive. طيب السكند كونديشنال اف اليوسج بتاعتها ايه؟ هي بتتكلم عن الايماجينيشن. ايه هو الايماجينيشن؟ اللي هو التخيل. التخيل بتكلم عن حاجة مستحيل ان هي تحصل، بتكلم عن حاجة مستحيل ان هي تحصل. زي لما اجي اقول if I were a bird I could fly. لو انا كنت طائر كنت هطير. لو انا كنت طائر كنت هطير. اخدت بالي من حاجة، ان where دي بتيجي مع الضمير الجمع واي مع المفرد. طب ازاي جت معاها؟ بسبب استحالة حدوث الشيء ده اساسا. فقال لي ان انت في السكند كونديشنال اف تقدر تستخدم وير مع المفرد والجمع. يبقى انا دلوقتي اقدر استخدم وير مع الاتنين، سواء مفرد سواء جمع. ليه؟ بسبب استحالة حدوث الشيء اساسا، بسبب استحالة ان انا اكون طائر فمش هعرف اطير. طيب اقدر اتكلم بيها ايه تاني؟ مع النصيحة، اقدر انصح بيها. فهاجي اقول ايه؟ if I were you، لو انا كنت مكانك I would see a doctor، كنت زرت الدكتور. في هنا جاية بمعنى زيارة، في هنا جاية بمعنى زيارة. if I were you، لو أنا كنت مكانك كنت زرت الدكتور. طيب ممكن تيجي برضو بإن هي حاجة صعب إن هي تحصل في الوقت الحالي. حاجة أقول if I had money، لو أنا كان معايا فلوس I would buy a car، كنت اشتريت عربية. او expensive car، كنت اشتريت عربيه غاليه. بس انا برضو لو انا كنت معايا فلوس، يعني معناها ايه؟ هي كده معناها ايه؟ I don't have money، ان انا مش معايا فلوس في الوقت الحالي، ان انا مش معايا فلوس. معناها ايه برضو؟ I won't buy a car، فمش هشتري عربيه. مش معايا فلوس فمش هشتري. لو خدنا بالنا دي first conditional if. انا اتكلمت ان في الماضي ان انا دلوقتي لو انا معايا فلوس، لو انا بمتلك المال كنت اشتريت عربيه. معناها ايه؟ ان انا مش معايا الفلوس اساسا، فلذلك انا مش هشتري العربيه. طيب ايه الكلمات اللي بتقدر تساوي اف في السكند كونديشن؟ قال لي اف بتقدر تبدلها بكلمه imagine، بكلمه suppose، بكلمه supposing. كل الكلمات دي تقدر تبدلها باف. طيب في بدايل تانية لاف؟ قال لي اه، قال لي ان انت برضو اف تقدر تبدلها بكلمه should، بس اللي لازم اللي يجي وراها يبقى infinitive. زي الجملة مثلا لما اجي اقول should I ايه have money I would buy a car. طيب ايه تاني عندي؟ قال لي برضو تقدر تبدل كلمة if، قال لي تقدر تبدل كلمة if بكلمة where. بس هنا بقى فيها فكرتين. قال لي لو انت هتبدل كلمة if بكلمة where فانت عندك طريقتين. يا اما لو جت اللي بعدها فعل يبقى حطها تو المصدر، بدل infinitive يبقى should بيبقى infinitive، لكن where بيبقى to الانفينيتيف. طب لو ما لقيتش فعل يبقى كمل بقية الاسم او الصفة بتاعتك بجملة كاملة، جملة عادي من غير ما تغير اي حاجة، جملة كاملة عادية. طيب لما اجي اقول ايه مثلا زي الجملة الاولانية if I were a bird I could fly، فانا عايز ابدل if ب where. فهاجي اقول ايه مثلا where I a bird I could fly. طيب لو انا بقى عايز احط تو المصدر، فنفس الجمله مثلا التالتة if I had money I would buy a car، فهقولها ايه؟ يبقى where I had to have money.
I would buy a car. يبقى دي كده البدايل بتاعتي. طيب عندي بديل، او مش بديل، عندي كلمة بتيجي بمعنى بدون. عندي كلمة بتيجي معنى بدون في السكند كونديشن. طب ايه هي الكلمة اللي بتيجي بمعنى بدون؟ قال لي if it weren't for. if it weren't for واللي بيجي وراها noun. الكلمة دي بتيجي بمعنى ايه؟ بتيجي بمعنى بدون. يبقى دي كده السكند كونديشنال if. يبقى احنا كده خلصنا السكند كونديشنال if. كده احنا بقى عايزين نخش على الثيرد، الشكل الثالث. عايزين نخش على الشكل الثالث، الثيرد كونديشنال اف. طيب الثيرد كونديشنال اف هو بيتكون من ايه؟ ببتدي الاول معايا باف. طب ايه اللي بيجي وراه؟ الباست بيرفكت، الماضي التام، اللي هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من سبجكت بيجي وراه الهاد، وبعد كده الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث للفعل. طيب الجملة التانية هتبقى subject، هيجي وراها برضو نفس الكلام would و would و would وcould وmight. would وcould وmight. طب ايه اللي بيجي وراه؟ have والpast participle. طيب الثيرد كونديشنال اف هي بتعبر عن ايه؟ واللي هي دي الحالة الأخيرة عندي. طيب الثيرد كونديشنال اف هي بتعبر عن ايه؟ الثيرد كونديشنال بتعبر عن الريجريت، الندم، regret، او البليم او اللوم. يا اما ندم يا اما لوم. بال... بالمعنى كده بتاعها ان انا بتكلم عن حاجة حصلت في زمن الماضي، صعب ان انا ارجع اغيرها او مستحيل ان انا ارجع اغيرها. لما اجي اقول if I had studied hard، لو انا كنت ذاكرت كويس، لو انا كنت ذاكرت كويس I would have passed the exam. لو انا كنت ذاكرت كويس كنت ايه؟ كنت عديت من الامتحان او كنت نجحت من الامتحان. يعني معناها ايه؟ ان انا ما ذاكرتش كويس فانا ما عدتش. يبقى انا، طب هل انا دلوقتي اقدر ارجع عشان اقدر اغير درجات الامتحان عشان انجح فيه؟ لا. يبقى الثيرد كونديشنال اف ان انا دلوقتي بتكلم عن حاجه حصلت في زمن الماضي، صعب ان انا ارجع واغيرها في الوقت الحالي. بتكلم عن حاجة حصلت في زمن الماضي، صعب ان انا ارجع واغيرها في الوقت الحالي. طيب في الثيرد كونديشن اف في اقدر احط نفس البدايل برضو بتاعتي. ان قال لي ان انت برضو اف بتقدر تبدلها بكلمة should بس لازم يجي وراها infinitive. وقال لي برضو ان انت اف تقدر تبدلها بكلمة where بس اللي بيجي وراها to الفعل في المصدر او الانفينيتيف. طيب ايه الجديد؟ الجديد ان هو قال ان انت كلمة اف تقدر تبدلها بكلمة هاد وتكمل بقية الجملة بتاعتك عادي خالص. طب ازاي؟ نفس الجملة اللي احنا لسه كاتبينها if I had studied hard I would have passed. طب اكتبها ازاي؟ انا خلاص هبدل if بهاد، فانا هبتدي بهاد. had I ايه؟ انزلها studied hard عادي. had I studied hard وفاصلة I would have passed the exam واكمل بقية الجملة. يبقى لو هحط هاد يبقى انا بكمل عادي الجمله، بس اتاكد الاول ان هي في الثيرد كونديشنال هاد والتصريف الثالث، دي لازم اتاكد منها. طيب ايه هي الكلمه اللي بتيجي بمعنى بدون في الثيرد كونديشنال؟ قال لي ان هي اسمها if it hadn't been for، والكلمه دي بتيجي بمعنى بدون. طيب ايه اللي بيجي وراها؟ بيجي وراها noun if it hadn't been for. طيب عندي كلمة برضو بتيجي بمعنى بدون، أو كلمتين كمان بيجوا بمعنى بدون. طيب إيه هما الكلمتين الكمان؟ قال لي كلمة اسمها without، بس قال لي خلي بالك إن without بيقدر يجي وراها يا إما verb آخره ing يا إما noun. طيب وإيه الكلمة التانية؟ كلمة اسمها but for. but for. طب إيه اللي بيجي وراها؟ بيجي وراها noun بس. طيب عندي كلمة اسمها unless. unless. طيب unless دي بديلة لإيه؟ unless دي أساسا هي بتساوي بالظبط كلمة if not. if not.
طيب يعني ايه if not؟ يعني الجملة بتاعت if بتكون منفية، مش بحط بعد if كلمة not. unless طب معناها ايه؟ معناها لو لم. لو لم. طيب يعني دي المفروض بتعوض مكان الجملة المنفية. هي تعوض اهي، تعوض مكان الجملة المنفية. طيب هي بتعوض مكان الجملة المنفية ازاي؟ يعني لما اجي اقول if you don't study hard you will fail. هتفشل لو انت ما ذاكرتش بجد هتفشل. فانا عايز احط unless هبدلها ب if. صح كده؟ وunless دي اساسا بتساوي النفي، فانا يبقى انا don't دي ملهاش لازمة. فهقولها ازاي؟ unless you study hard. لو لم تدرس بجد. لو لم تدرس بجد you will not أو will fail أو not pass. نفس الجملة أهو. you will not pass مش هتنجح يعني هتفشل. لو انت لو لم تذاكر بجد سوف تفشل، أو لو لم تذاكر بجد لم ايه، لن تنجح. طيب في حاجة تانية عندي آخر حاجة، وهي كلمة in case of. خلي بالكوا عشان دي غير كلمة in case، لأن كلمة in case نفتكر هي ما بتجيش غير مع الفيرست conditional، وبيجي وراها جملة كاملة. جملة كاملة فيها subject و verb و object عادي خالص. لكن in case of اللي بيجي وراها حاجتين، يا اما noun يا اما verb اخره ing. طيب ازاي؟ طيب نمسك الاول اللي يجي وراها noun. فانا هاجي اقول in case of emergency. emergency يعني ايه؟ طوارئ. في حالة الطوارئ call me، اتصل بيا. طيب عايز احط في اخر، عايز احط معاها verb ing، يبقى هاجي اقول in case of having emergency. call me، في حالة الطوارئ اتصل بيا. يبقى دي كده المفروض الحالات بتاعت دي كده المفروض الاربع حالات بتاعت اف. يا رب تكون فادتكم. ويلا بينا نروح نحل لنا كام سؤال كده علشان نقدر نطبق تمارين عليها. بيقول لي منى isn't strong she can't carry this bag، وعايز احط وعايز احط if. طيب انا عايز اقول منى مش قوية، هي مش هتعرف تحمل الحقيبة. يبقى لو منى كانت قوية كانت هتعرف تحمل الحقيبة. طيب يبقى دي كده انهي شكل من الاشكال بتاعت الاف كونديشنالز اللي عندنا. يبقى دي كده السكند كونديشنال. طب اقولها ازاي؟ هقول اف منى. انا قلت في السكند كونديشن ان انا اقدر استخدم كلمة وير مع المفرد. يبقى اف منى وير strong. لو منى كانت ايه؟ لو كانت قوية. she could carry this bag. يبقى هي كانت هتعرف، كانت هتستطيع. she could carry this bag. كانت هتعرف تشيل الشنطة. السؤال اللي بعده بيقول لك هالة doesn't go to school I can't see her. عايز اقول if. فانا عايز اقول، انا بقول ايه؟ ان هالة ما بتروحش المدرسة، انا ما بشوفهاش. فانا عايز اقول لو هالة كانت بتروح المدرسة كنت هقدر ايه؟ هشوفها. طيب اقولها ازاي؟ فاقول if لو هالة كانت بتروح المدرسة كنت اشوفها. يبقى دي كانت يبقى دي الحالة الكام؟ الحالة التانية. برضه كمان حاجة صعب ان هي تحصل او تخيلية، هي ما بتروحش. خلاص يبقى if هالة. if هالة يبقى if هالة ايه؟ went to school. went to school. went دي جت منين؟ الماضي بتاع جو او التصريف التاني، لان السكند كونديشنال كانت بتبقى if past simple، بعد كده would could might فعل في المصدر. يبقى if هالة went to school ايه اللي هيحصل؟ I would be able to see her. I would be able to see her. كنت ايه؟ هعرف اشوفها. طب كنت ممكن اقول I could I could see her. تنفع لو انا خليتها I could see
here عادي، ما فيهاش اي مشكله. انا بس ايه قلنا نغير، لان be able to هي بتساوي can بالظبط، be able to هي بتساوي can، بس can بيجي وراها infinitive. able to لازم يجي قبلها verb to be، وبيجي وراها to والinfinitive. طيب if Suha studies hard، لو سهى ذاكرت كويس she will pass the exam، هي هتنجح في الامتحان. وعايز احط كلمة unless، وقال لي ان unless دي بتساوي بالظبط كلمة if ايه if not، يبقى لازم تكون منفية. يبقى انا عايز اقول لو لم سهى تذاكر بجد مش هتنجح في الامتحان. يبقى الجملة التانية دي لازم تكون منفية، لان انا بقول لو هي ما ذاكرتش كويس، او لو لم تذاكر بجد مش هتنجح في الامتحان. فانا هبتدي خلاص، يبقى انا هشيل اف دي واحط كلمة unless. unless ايه؟ unless سهى studies hard، لو لم سهى تذاكر بجد ايه اللي هيحصل؟ she won't pass the exam، لان will دي هي الابوستروف ال دي اختصار لكلمة will. يبقى she won't pass the exam، ما كانتش هتنجح في الامتحان. طيب السؤال اللي بعده بيقول unless هبة is careful، لو لم تكن هبة حريصة she will lose her money، كانت هتفقد مالها. وعايز يحط كلمة provided. طيب هي provided دي انهي شكل؟ ده قال لي دي الفيرست، لان احنا اتفقنا ان if كان بيبقى provided that providing that as long as so long as on condition that in case، فكل دي بيساوي الفيرست conditional. طيب يبقى انا دلوقتي هبدل unless دي بكلمة provided، بس ما ننساش فانا provided المفروض provided بيجي معاها ايه؟ provided that، فانا هقول provided that. provided that هبة is careful. طيب ايه اللي هيحصل؟ provided that هبة is careful she will not lose her money، ما كانتش هتفقد ايه؟ مالها. طيب she will not lose her money، ما كانتش هتفقد ايه؟ مالها او الفلوس بتاعتها. طيب هنا عايز احط where are. احنا اتفقنا ان where، ان كلمة where بتقدر تيجي بطريقتين، لو جت معاها صفة او اسم يبقى بكمل بقية الجملة الجملة كاملة، بكمل بقية الجملة عادي. لكن لو جه فعل بيجي وراها to والمصدر. طب هنا انهي واحدة من الحاجات؟ هنا عايز احط if مكان كلمة where، بس لقيت هنا كلمة tall. if I were tall لو انا كنت طويل I would دي اختصار لكلمة would، كنت ايه؟ هنضم لفريق الباسكت بول. طيب انا دلوقتي هنا جت بعد وير مفيش فعل، اللي جه وراها طول صفة، لو انا كنت طويل يبقى انا كل اللي اعمله ايه؟ ان انا هقول where I ولا if I were. ها هتبقى هنا المفروض ايه؟ عايز ابتدي بوير، يبقى هقول where I where I tall، واكمل بقية الجملة بتاعتي I would join the basketball team. تمام كده. طب هو انا ممكن اعملها بطريقة تاني لو انا كنت مكانك، بس مش هتنفع بطريقة تانية، هي خلينا كده زي ما هي. طيب عايزين بقى نخش نكمل بقية الجزئية التانية. الجزئية التانية بتاعتنا بتاعت الجرامر بتاع يونت 4 هو كله حفظ. فأنا المفروض أبقى عارف إن كلمة agree، وإن كلمة arrange و decide و expect، promise promise refuse want offer hope، إن كل الكلمات دي بكلمة seek fail manage prepare learn، وكلمة wish و threaten و plan و decide اللي بيجي وراهم بيبقى to وانفينيتيف. لازم ابقى حافظ كده دايما. وعندي شوية افعال اللي بيجي وراها بيبقى ing زي كلمة admit avoid deny enjoy dislike fancy practice suggest delay complete appreciate finish imagine postpone spend. كل الكلمات دي بيجي وراها فيرب اخره ing. طيب عندي الافعال اللي بيجي وراها التانية دي بيجي وراها to والمصدر او فيرب ing، ولكن بدون اختلاف في المعنى، المعنى مش بيختلف. زي كلمة hate like love hate و like و love و continue prefer و start او begin، لان الاتنين بيدوا نفس المعنى. طيب بيقول لك اذا استخدمنا كلمة would قبل الافعال السابقة فانها ياتي بعدها ايه؟ to المصدر. يعني الكلمات دول
الكلمات دول الستة، لو انا جه قبلها كلمة would، كلمة would او الاختصار اللي هي apostrophe دي يعني. طيب I would love يبقى لازم يجي وراها to والمصدر I would love to meet مستر احمد. طيب هنا كلمة prefer اللي بيجي وراها بيبقى فيرب اخره ing، او to وفيرب اخره ing اللي بيجي وراها بيبقى to اخره ing. I prefer using the internet، خلاص كده، to watching TV. يبقى انا لازم اعرف ان لو شفت كلمه بريفير اللي بيجي ورا فيرب اخره اي ان جي، بعد كده بكمل بيه الجمله، بعد كده تو وفيرب اخره اي ان جي. طيب اللي بعدها، ان انا دلوقتي قال لي ان في افعال او ظروف بيجي بعدها فعل في المصدر فقط بدون تو، يعني ما بشيل تو خالص. طيب زي كلمه هاد بيتر، زي كلمه let، زي كلمه would، زي كلمه make. I would rather او better meet مستر احمد، ما حطيتش التو. طيب اذا جاء بعدها فاعل ياتي بعدها ماضي بسيط. طيب على حسب برضه. I would rather you met مستر احمد، دي كانت قاعده اخدناها في الوحده الاولى او يونت 1 في الباست سيمبل، حاجه اسمها فيك باست. فيك باست اسمه ايه؟ ماضي مزيف. ماضي مزيف. طيب هنا عرفت ان انا ماضي مزيف، هنا عندي subject وهنا subject، يبقى لازم يبقى عندي subject وسبجكت، واللي بيجي في النص كلمة دالة، وعلى حسب الزمن بحط الفعل بتاعي في زمن الماضي. لو زمن مضارع يبقى الفعل بتاعي هنا لازم يتحط في زمن الماضي البسيط. طيب اللي بعدها، إذا جاءت كلمة make في المجهول، في المبني للمجهول، يأتي بعدها to والinfinitive. the teacher المعلم made علي، أجبر علي. هنا made هنا جاية بالإجبار، جاية هنا بالإجبار، أجبر علي repeat إنه يكرر his homework again. علي was made to repeat his homework again، برضو نفس المعنى، ما غيرتش أي حاجة. لما هنا دي مفروض مبني للمعلوم، هنا لما جينا حولناها مبني للمجهول، إن علي هو اللي تم إجباره بإنه يكرر أو يعيد الواجب بتاعه. الأفعال اللي بتيجي اللي جاية دي بيجي بعدها اي ان جي او تو المصدر، بس باختلاف في المعنى على حسب. زي كلمة remember to وانفينيتيف، او remember وبيجي وراها فيرب اخره اي ان جي. remember to وانفينيتيف بيتذكر ان يكون بعمل شيء لم يفعله، ما عملهوش، وافتكر حاجة ما عملهاش. remember to brush your teeth after breakfast، تذكر انك انك ايه، تغسل اسنانك قبل الفطار، بعد الفطار. يقوم لكن لو remember جه وراها فيرب اخره اي ان جي، هو بيقوم بعمل شيء ثم يتذكر انه عمله، عمل حاجة بس افتكر انه عملها. I remember visiting the pyramids when I was young، هو افتكر انه زار الاهرامات لما كان صغير. كلمة forget و forget ممكن يجي وراها infinitive، يجي وراها verb اخره ing. ينسى ان يفعل شيء إن لم يفعله. She forgot to turn off the tap so there was water on all the floor، هي نسيت ان هي تقفل الحنفية. so لذلك there was water on all the floor، كان في ميه على الارضيه كلها. طيب لو هجيب اخرها اي ان جي يبقى يفعل شيء ثم ينسى انه فعل، هو بيعمل حاجه نسي ان هو عملها. she will never forget crying on her first day at school، هي مش هتنسى عياطها في اول يوم ليها في المدرسه. طيب regret وريجريت، ريجريت بيجي وراها تو الانفينيتيف، واو يجي وراها فيرب اخره اي ان جي. لو هتيجي بالانفينيتيف يبقى هو بيشعر بالاسف، بيشعر بالأسف على شيء ما. I regret to tell you that your flight has been delayed، هو هنا أنا مش ندمان، هو أنا بشعر بالأسف إن أنا بخبرك إن إن رحلة الطيران بتاعتك has been delayed، تمام كده، اتكنسلت أو اتأخرت يعني. طيب يشعر بالندم، regret ويجي وراها ing، ده بيشعر بالندم على حاجة. he regretted watching this play it was boring، هو ندمان إنه بيتفرج على المسرحية دي، المسرحية. ليه؟ علشان هي مملة. طيب اللي بعدها، ان انا عندي كلمة تراي وبيجي وراها تو والانفينيتيف، او عندي كلمة تراي بيجي وراها فيرب اخره اي ان جي. تراي وتو في الانفينيتيف هو بيحاول عمل شيء وغالبا مش هينجح، لكن لو فيرب اخره اي ان جي هو انت بتعمل حاجة عشان تشوف النتيجة او بتجرب يعني بمعنى صح. طيب في الانفينيتيف زي the student tried to escape، هو كان بيحاول انه ايه، يهرب. but the headmaster لكن المدير caught him، قفشه، اتمسك. طيب تراي وفيرب اخره اي ان جي. تراي wearing this dress، جربي كده تلبسي الفستان ده. try taking an aspirin، جرب تاخد الاسبرين، دواء يعني.
طيب stop وبيجي وراها to والانفينيتيف، او stop بيجي وراها برضو فيرب اخره ing. كل الحاجات دي حفظ يا شباب، كل الحاجات دي لازم تتحفظ. stop وبيجي وراها to والانفينيتيف هو بيتوقف لكي يفعل شيء ما، لكن stop وفيرب اخره ing هو بيتوقف عن فعل شيء ما على طول، مش حاجة مؤقتة دايما. on his way home في طريقه للبيت he stopped to smoke، هو توقف عشان ايه؟ يشرب سيجارة. لكن فيرب اخر ing the doctor advised him، نصحه to stop smoke، ستوب سموكينج. ستوب سموكينج انه يتوقف عن التدخين خالص. طيب عندي شويه افعال اللي بيجي وراها بيبقى بستخدم فيرب اي ان جي بعد تو على طول، زي كلمه due to، lead to، object to، look forward to، in addition to، thanks to، owing to، he opposed to، take to، he used to، get used to، become accustomed to. طيب في بقى شوية أفعال بضيف ليها اي ان جي بعد تعبيرات معينة. be busy، it's not good، it's no use، it's a waste of time، can't stand، can't help، how about، what about، don't mind، feel like، be worth، it's a waste of money. كل الكلمات دي بيجي وراها فيرب اخره ing. قال لي في حالة وجود فعل بعد الصفات او ادوات الاستفهام نستخدم to والinfinitive، زي كلمة happy، sad، glad، blessed، lucky، relevant، relieved قصدي، amazed to والinfinitive دايما. it's difficult for her to get up early، I don't know how to go to the club، انا مش عارف ازاي اذهب الى النادي. الافعال الاتيه بيجي بعدها ing في حالة عدم وجود مفعول، لو ما لقيتش object او مفعول بيجي وراها ing، ويجي بعدها to المصدر في حالة وجود مفعول. يعني ما لقيتش مفعول ing، لقيت مفعول to المصدر. ايه هي الكلمات؟ advice، allow، forbid، recommend، permit، encourage. طيب I advise you to read this novel، هنا حط to والمصدر عشان فين الاوبجكت بتاعي؟ الاوبجكت بتاعي هو you، you هو الاوبجكت بتاعي مفعول. طيب I advise reading this novel، هنا ما عنديش المفعول، فانا خلاص جت بعد advice ing. يبقى انا دلوقتي في حالة عدم وجود مفعول بحط ing، في حالة في حالة وجود المفعول بحط to والمصدر. طيب عندنا exercise كده بسيط، عايزين نحله على الري رايت اليونت الرابع. الفكرة كلها ان الري رايت لازم تبقى حافظ ان مثلا agree اللي بيجي وراها، يعني مثلا agree اللي بيجي وراها بيبقى to وفعل في المصدر. فانا المفروض هنا بيقول لك هاني said he will lend me his book، فانا المفروض هعمل ايه؟ يبقى انا عايز اقول ان هاني وافق ان هو هيسلفني الكتاب، فهقول هاني، يبقى agreed. ايه ده ليه agreed؟ علشان said هنا في زمن الماضي، الجملة بتاعتي في زمن الماضي هي كانت اصلها say، بس هنا said. يبقى هاني agreed، هاني وافق to lend me his book، to lend me his book. يبقى هي دي كده الإجابة بتاعتي، لازم أبقى عارف. طيب كلمة offered، قال لي برضو offered اللي بيجي وراها بيبقى to والمصدر. طيب هنا بيقول can I carry the shopping bags for you. طيب can I carry the shopping bags for you، هو أنا ممكن أحمل الحقائب بتاعة التسوق ليك يعني. فهي منى عرضت، يبقى هي منى عرضت أن تحمل الحقائب، فهقولها إزاي؟ يبقى منى offered، منى offered to carry، to carry، to carry ايه؟ to carry the shopping bags for me. يبقى منى offered to carry the shopping bags for me، ليا. would you mind، لازم ابقى عارف ان would you mind دايما اللي بيجي وراها بيبقى فيرب اخره ing. في دي حاجات لازم تتحفظ يا شباب. طيب هنا بيقول لك could you type this document please، could you type this document please، document اللي هو ملف او مستندات، ممكن تكتب لي المستند ده لو سمحت. طيب فالمفروض اقول له would you mind، هنا فين الفيرب بتاعي؟ type، فهتبقى typing this document please. يبقى هقول له ايه؟ يبقى would you mind، المفروض would you mind بيجي وراها ايه؟ verb ing، يبقى بدل type هتبقى typing، هنا في ايه فهشيلها فهتبقى typing this document
please. طيب عندي كلمة regret. اتفقنا ان regret ليها طريقتين، يا اما regret to الانفينيتيف او verb ing. قال لي ان regret لما بيجي وراها to الانفينيتيف يبقى هي بتعبر عن ايه؟ عن الاسف. طيب لو regret جت بالاي ان جي يبقى هي كده بتعبر عن ايه؟ عن الندم. طيب هنا بتعبر عن ايه؟ بيقول لك I am happy that I joined this course. انا مبسوط ان انا انضميت للكورس ده. طيب انا ممكن اقول انا ندمان ان انا انضميت للكورس، فيبقى مش هتيجي للاسف، فهقول ايه؟ I regret. I regret. طب regret ايه؟ joining. joining انضمامي. joining this course. بس كده. هشيل بقى كل الحاجات اللي ورا دي. طيب you can't stop. عايز اعرف ان you can't stop دي المفروض بيجي وراها ايه؟ قال لي you can't stop دي اللي بيجي وراها object، مفعول، اللي بيجي وراها object، وبعد كده المفروض بيجي وراها from، وبعد كده بيجي وراها verb اخره ing. طيب هنا المفروض I can go out whenever I want and you can't stop me. I can go out whenever I want. انا بقدر اروح زي ما انا عايز او في المكان اللي انا عايزه. and you can't stop me، وانت مش تقدر توقف. طيب يبقى انا المفروض فين المفعول بتاعي؟ هو you can't stop. انت مش تقدر توقف. توقف مين؟ توقفني. فكده هتبقى ايه؟ الاوبجكت يبقى مي ده الاوبجكت بتاعي. طيب يبقى المفروض الاجابه بتاعتي you can't stop me. يبقى انت لا تستطيع انك ايه؟ توقفني. طيب المفروض قلت بيجي وراها ايه؟ from، من. بعد كده المفروض فيرب اخره ing. you can't stop me from ايه؟ فين الفيرب بتاعي؟ go. يبقى المفروض تبقى you can't stop me. you can't stop me. you can't stop me from going out. يبقى you can't stop me from going out. طب وبعد كده اعمل ايه؟ whenever I want to. خلاص كده. whenever I want. وكده تكون خلصنا الحمد لله يونت 3 ويونت 4. دي هتبقى المراجعة بتاعت امتحانات شهر نوفمبر، وبإذن الله الامتحان يجي لكم بسيط، ويا رب أكون عرفت إن أنا أوضح شوية حاجات ما كانتش واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يوفقكم جميعا.